سلام الله عليكم خوتي المغاربه، لاباس عليكم؟ يلا حدا باس على النقيب زيان، كلمه ديالو الاخيره. اكيد عدد من الناس كيتبعوا القضيه ديال النقيب زيان. من بعد شويه غادي يخرج الحكم. دابا كاينه دخل الملف المداوله، ومبغيتش نخلي حتى لغدا. بغيت نقول لكم اللي بغى يعرف شنو جرى في هذه يعني الكلمه الاخيره. فاجأني النقيب زيان، فاجأتني الهيئة، عدد من الحويجات نحاول باقتضاب زعما محاكمة يعني مثيرة جدا جدا جدا. أهم حاجة هو الهيئة، زعما بمنتهى المسؤولية وبمنتهى الموضوعية. هيئة ما عرفتش كتبغي تقول شي حاجة، ولكن ما عرفتش كتخاف تقول شي حاجة ويخيب الظن، لأنه كانت هيئة جد محترمة. زعما حي الله ذاك الرئيس بمنتهى المسؤوليه، والله يشهد ورا الناس حاضرين. واحد الرئيس عنده واحد السعه الصدر غريبه الاطوار، واحد الكفاءه باش ادار الجلسه، واحد الهدوء. زعما نتمنى يتوج بحكم صراحه، بغض النظر على نبغيو نسمعوا اخبار زوينه على هذا السيد، لانه دائما السيد النقيب زيان حتى واحد ما يبغي يبقى في الحبس صراحه الله. فوالله العظيم لا فوجئت بهذه الهيئه. ذاك الرئيس عنده واحد الخاطر، عنده واحد طريقه اداره النقاش، وعطاه الله واحد السعه ديال الصدر، عطاه الله واحد الرزانه. ولاحظت واحد الملاحظه، القضاة اللي معاه سبحان الله كلهم يعني هادئين بواحد الدرجه، وصبروا من عرفتي من الوحده حتى لدابا، من الوحده د النهار. دابا هذه الوحده ديال الليل 12 ساعه وبنادم كيسمع، زعما اجواء زوينه. ولكن ما نعرف عاوتاني كتخاف تصدم، لانه انا جربت بعض المحاكمات، خايف نقولوا شي حكم والله العظيم. ولكن مني مهما كان حنا كنتمناو الخير، ولكن انا بغيت هذه الرساله. حي الله ذاك الرئيس، زعما حريفي كما تنقولوا بالدارجه المغربيه، حريفي هذا الرئيس هادئ، وكيبان يعني عنده خبره كبيره جدا جدا جدا. كنتمنى غير في الاخر توج بشي حكم. اخر المطاف النقيب زيان رجل 83 عام في عمره، نتمنى يكون شي حكم مزيان. هذه الملاحظه الاولى على الهيئه. رئيس زعما مني هذه رساله، حياك الله سيد الرئيس، حي الله ديك القضاة. يعني هيئه جد 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 محترمه ومشرفه للقضاء المغربي، يعني واحد متمكنين من الماده، من الاداره، وداز واحد الجو ما كان لا تشنج، ما كان حتى شي توتر. كانت بعض المناوشات عاديه ما بين النيابه العامه والدفاع في لحظات قليله جدا، ولكن من استطاع الرئيس ان يمتص ذاك التوتر بسيط وعادي. ولكن من بشكل عام يعني هيئه جد محترمه، هيئه جد محترمه، ورئيس يعني كيشرف القضاء المغربي بمنتهى المسؤوليه. الدفاع كذلك كان جد 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 محترم، ودافع الدفاع باستماتة على النقيب زيان وعلى باقي يعني الجوج الاخوه الاخرون. زعما المحامون كانوا في مستوى هذه اللحظه القضائيه، وسبحان الله يعني محامون يشرفون كذلك جسم ديال المحامين. رجال الامن كذلك زعما حياهم الله كذلك، كيفاش سهروا على الامن ديال الجلسه. المهم كان جو جميل، لا قضاة لا بوليس لا محامون لا مواطنين، ما كان حتى شي توتر. ورغم الطول ورغم النقاش، وكان النقاش القانوني، زعما واحد المرافعات داروا هذا الدفاع كلهم، لا الاستاذ مسعودي لا الاستاذ علي زيان لا الاساتذه الاخر والاستاذ حداش، كلشي المحامون داروا مرافعات قانونيه. زعما يفتخر المغاربه بهاد المحامون هادو. ولكن مني اللي تار الانتباه ديالي اكثر هو النقيب زيان.
في كلمته الأخيرة. سبحان الله، رجل 83 عام. فاجأتني كلمة النقيب زيان، تفاجأت بزاف بزاف بزاف. علاش؟ كلمته اتسمت بالاتزان، ولم يسئ لأي جهة في البلاد، ولم يجرح، وما قال حتى شي كلمة ديال العيب. وكانت المداخلة بالنقيب زيان الكلمة الأخيرة نقدر نقول لكم فيها شي ساعة وقيلة، ساعة ولا، وهضر بواحد الاعتدال، وداك الاعتدال غريب، فيه الشموخ، فيه الثبات، وفيه التوقع ديال أي حاجة وفي نفس الوقت فيها الأمل. وقال عبارات زعما مثيرة جدا. قال: أنا ابن المخزن، وانا من كنقول لا فلا لفائده الجميع، ماشي ديك لا اللي باغي غير العصا في الرويضه. وخاطب القضاء بواحد الاحترام منقط، لدرجه القاضي فرض عليه يتصنت لانه خاطب القضاة بواحد الاحترام كبير، وهضر على الدوله بواحد الطريقه يعني جد 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 محترمه. يعني النقيب زيان في كلمته يعني عبر على احترامه للقضاء بواحد الدرجه لا تتصور. فاجأني النقيب زيان، والله يشهد، فاجأني. يعني رجل تحدى رغم 83، رغم دوز 3 سنين ديال الحبس دابا تقريبا، رغم وكاين الامال، وفي نفس الوقت كاين الثبات، وكاين داك الايمان بالله والايمان بالقضاء، ومآمن بالقضاء ديالو، ومآمن بالبلاد ديالو، ومآمن فكان واحد العرس قضائي زعما صار. اتمنى ان يتوج بواحد الحكم لفائده الجميع، ما فيه حتى شي واحد خاسر. انا زعما الخلاصه اللي خرج فاجئني النقيب زيان، فاجئني. يعني ما كاين لا تصعيد، ما كاين لا تنطع، ما كاين لا داك الكلام الزايد لا والو. خاطب القضاة بواحد الكلام تيعجبك الانسان. ورجل بحال هذا وزير سابق، نقيب 83 عام، يقدر واحد اخر يقول ما عنده ما يخسر. لا، هضر باحترام على القضاء، وشرح قضيته، وبان بانه مؤمن بقضيته، مؤمن بالقضاء. وسبحان الله بحال اللي خاطب القضاة، وجبد واحد الامثله د القضاة، وشال التاريخ، وقال واحد الفكره على امنيستي. لان السيد كان الابن ديالو قالوا الوالد راه طلع في امنيستي، الوكيل العام قالوا لا امنيستي زعما ما كتعنيناش، وحنا وجهه نظر السيد الوكيل العام. ولكن النقيب زيان رد على نقطه امنيستي بواحد الذكاء زوين. قال: حنا درنا وزاره حقوق الانسان، قالوا حنا مشينا عند امنيستي وقلنا لها تجي تفتح المكتب ديالها عندنا هنا في المغرب. فهذه وثيقه تاريخيه وشهاده. ثم هضر على عدد من القضايا اللي عالجها، هضر على الانتخابات، هضر على الفلوس، هضر على كيفاش، هضر على. فالنقيب زيان كان زعما صراحه جد 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 متالق، وكان زعما عكس ديك الصوره ديال النقيب، وعكس الصوره ديال المحامي، وكان انيق رغم التقدم السن، لا في لباسه ولا في كلامه. وكنقول وكنشدد، عجبني النقيب زيان لم يسيء لاي واحد. قال: انا اي حاجه حتى ملي كنقول لا تاريخيا فلا، لفائده الوطن، لفائده الجميع، لفائده العرش، لفائده البلاد، لفائده. فتحدث بواحد الرقي، بواحد الاناقه، بواحد النضج، بواحد المسؤوليه. فانا هادشي اللي بغيت نوصل لكم. دابا غيخرج الحكم من بعد شويه في المداوله. فكان واحد الجو جميل جدا، الهيئه كانت في مستوى اللحظه، النيابه العامه كذلك دافعت على المتابعه ديالها باستماته. انا صراحه بمنتهى المسؤوليه، ما يتقلقوش مني، يعني قنعتني الروايه ديال المحامون اكثر من الروايه ديال النيابه العامه. النيابه العامه دافعت، ولكن من بان لي المحامون كان وجهه نظر ديالهم كانت من الناحيه القانونيه اكثر تماسكا، وبان لي بحال كاينه غير شي سوء فهم في هذه القضيه. اتمنى صادقا، نتمنى ما نتصدموش. بعض المرات كنتمنى صراحه واحد العرس قضائي زعما جميل جدا جدا. وبقى فيا داك واحد السيد مسكين تما محكوم ب5 سنين، بان لي مسكين. الله يفرج عليه، والله يفرج على النقيب زيان. وهادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي المغاربه. عشت هاد اللحظه وما قدرتش نشوف، وانا بغيت نشارككم هادشي اللي شفت. فكان واحد الجو جميل، تخرج بخلاصه المغاربه زوينين صراحه الله. يعني كاين ديك حتى مغربيت اليوم لمستها، لا في القضاة، لا في المحامون، لا في رجال الامن، لا في المواطنين اللي حضروا. وكل شيء مسكين باغي يلقى شي فرج لهادشي، المواطنين والمحامون. والنقيب زيان يعني ما كانش معزول صراحه الله. فهاد المحاكمه هذه كنتمناو من عند الله عز وجل ان تتوج بشي حكم. نتمناو ما نتصدموش. انا كنقول ما نقدرش نزرب، ما تعرفش، ولكن كنتمنى صادقا على انه سيرتو هاد اللحظه هذه. وكما قلت ما كان فيه لا تجريح، ما كانت اساءه من النقيب زيان، ما جبد حتى شي واحد بالسوء، وهضر على الدوله، وهضر على المسؤولين، وهضر على البلاد، وبواحد سبحان الله يعني انسان من قلب المحنه،
وكيبان لك متشبت بالبلاد، متشبت يعني في اخر المطاف حنايا المغاربه زوينين. مره اخرى وكنقولها بمنتهى المسؤوليه، اثار اعجابي رئيس الجلسه والهيئه، يعني يديرها بواحد الحنكه، كتفتخر كتشوف عند القضاه تيبان لك كما قلت الحرفه. غير واش غاد الشيء غيتوج بشي حكم يعني اللي فيه، لان سيرتو النقيب زيان دواز الحبس، العقوبه دوزت علاقه بالسن ديالو، في علاقه بتاريخه، في علاقه حتى لو اقتنعوا مثلا كاين شي موجبات ديال الادانه، اعتقد فانه دوز 3 سنين 36 ديال الشهر ديال الحبس، فماشي سهل على واحد عنده 83 عام، وخصوصا ان الفلوس رجعت. الموضوع ديال الجدل ونفس المحكمه الاستئناف راه تقدم الدفاع، سبق لهم ناس رجعوا الفلوس وخداو تابعوا بحال الصراحه وبما قضوا. فكنتمنى ان لا يكون النقيب زيان استثناء من هذا الشيء، ونتمنى نخرجوا من هذا النقاش اللي الناس دائما ما قضيه سياسيه، ما قضيه كذا. ما اعتقد بان المغرب اللي دار العفو على الصحفيين في عيد العرش، والمغرب اللي خدا عدد من الخطوات قادر اليوم ياخذ قرار، واكيد المنتصر الاول هو صوره القضاء المغربي اعتقد، وغتعم واحد الفرحه وغيعم واحد النشاط، والمنتصر هو الوطن في اخر المطاف. هذه المعركه ما فيهاش لا غالب ولا مغلوب. وزير سابق ونقيب سابق امتثل للقضاء، كيحضر الجلسات، كيهضر مع القضاة بمنتهى الاحترام، عنده واحد العلاقه بالبوليس حتى انا جميله جدا، كيفاش كيستجيب لهم، كيفاش كيتفاعل معاهم مع وسط المواطنين. المحكمه كانت في منتهى اللياقه ديالها في العلاقه بالتعامل، ما كانش شي اساءه للنقيب. النقيب كذلك كيهضر باحترام مع النيابه العامه. النيابه العامه حتى هي كانت يعني في المستوى، احترمت حتى هي، وكان بعض سوء الفهم عادي، ولكن بالمجمل كانت عرس. اتتمنى ان يتوج هذا العرس يعني بشي حكم كما كنقول لصالح الوطن. المغرب هو اللي رابح، والقضاء المغربي غيكون الرابح الاكبر، والبلاد رابحه. فقولوا معنا خوتي المغاربه، نتمناو من عند الله وعزال، زعما انا شخصيا ولو وكنركز على الجانب الانساني اكثر في العلاقه بالنقيب زيان، بغض النظر على اطراف الخصومه ولا نتمنى من عند الله عز وجل يكون شي حكم لفائده البلاد ولفائده الوطن. هادشي اللي كنتمناو، ما بغيتش نقول الا كان شي قرار اخر. ومره اخرى خليني نشكر الهيئه، ونشكروا حتى النيابه العامه، حتى هي دافعت باستماتة على موقفها، ولو ان موقف ديال المحامون كان متماسك. وانا زعما شي شويه كنفهم في القانون، تصنت مزيان النصوص، فانا كنقول كمتتبع قنعني المحامون، قنعوني بوجهه النظر ديالهم. اعتقد كان غير شي سوء فهم هنايا، ولكن اليوم كان واحد النضج لا من طرف النقيب زيان، هضر بواحد الوطنيه عاليه جدا وعبر على واحد الاشاره جيده. يعني النقيب زيان يخرج لبرا كاع ما يقول لك شي، بالعكس كيهضر بواحد المسؤوليه مع الدوله، هضر المسؤوليه مع القضاء، هضر مع البوليس مزيان. فاعتقد زعما وولدو زيان العالي حتى هو هضر بمنتهى الاناقه، وجبد الوثائق ودافع على باه بواحد السماته عاليه. وكذلك منسق الدفاع الاستاذ مسعودي، يعني تبارك الله المسعودي كما كتعرفوه دائما، واساتذه كاملين، ما بغيتش بزاف د المحامون اللي دخلوا كلهم كان واحد العرس ما بين الدفاع وما بين القضاء. ودائما كنقولها، كان الرئيس سيد هذه اللحظه القضائيه، تبارك الله على ذاك الرئيس، يشرف القضاء المغربي، كيشرف طريقه باش كيدير النقاش، وداك الخاطر اللي عطاه الله عز وجل. قاضي زعما كفء بما تحمله الكلمه من، ما عمري ماشي شي واحد عنده هذا الخاطر زعما 12 ساعه وهضرت كذا. غير واش غيتوج هذا الشيء، انا كنقولها كيتوج هذا الشيء بحكم الله اعلم. خاف يكون ذاك بعض المرات كتصدم، لانه حنا عشنا الام. نتمنى ما نعرف، ولكن عموما مهما كان هذاك الرئيس زعما تبارك الله عليه، تبارك الله عليه، وتبارك الله على الهيئه اللي كانت معاه، وكذلك السيد الوكيل حتى هو دافع. ولكن مني انا كنقولها ومسؤوليه، انا قنعتني وجهه نظر ديال المحامون كانت اكثر تماسكا واكثر يعني بحجيه من حيث الوثائق، من حيث خصوصا القانون التنظيمي. كاينه واحد الماده في القانون التنظيمي على انه اي حزب الى ما خلصش ولا كذا يمكن له، وخا خارج ذاك الاجل يخلص. الحزب خلص، بالنسبه لي المشكل انتهى. فالرجل كان نقيب سابق، كان وزير سابق، فالمغاربه متساوون امام القانون بحال ما كاينش شي فوق شي. ولكن اذا كان مواطنون عاديون يعني في حالات بحال هذه اللي الحزب كيخلص وكيتمتعوا بحال الصراحه، فبالاحرى الا كان عندنا شخص عنده واحد الوضع اعتباري، كان وزير سابق، ما يمكنش نكروها ولا نغطيوها، كان نقيب سابق، ثم كاين السن، كاين ملفو الطبي،
وكاين هدوء وكاين دوز الحبس عاوتاني. هذه كلها عوامل مجتمعة، فما اعتقد بان القضاء المغربي سيتخلف على هذا الموعد. كنتمنى شي حكم اللي يفرحنا شي شويه وينقص لنا شويه من من الاحتقان اللي كاين. كنشكركم بزاف مره اخرى. تحيه للمحامون، تحيه للنقيب زيان، تحيه للاسره، تحيه للمواطنات والمواطنين المساكين اللي بقاو حاضرين حاضرين حاضرين. حي الله الجميع، وتحيه للمغاربه كاملين، وليله سعيده للجميع.